معلش يا جماعه، انا صوتي رايح، هتستحملوني عشان انا دلوقتي مجهد وبقيت محبط منكم. احنا ليه بنصحى من النوم في رحله ازليه للبحث عن قدوه؟ ليه عندنا المشكله؟ ليه بنفتح التلفزيون والانترنت ندور على قدوه لينا؟ من قله الناس اللي ممكن نقتدي بيها في، لو انت مسلم يا سيدي اقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام، اقتدي في ناس في ديننا اولى بكتير قوي ان انا اخده قدوه وامسك فيه وخلاص. ليه احنا مجهدين وعندنا شغف نبحث عن قدوه؟ بتكلم على موضوع منة شلبي. منة شلبي حتى لو بتشرب الموضوع ما اتثبتش، بس حتى لو انا مالي، يعني انا ربنا يهديها، بس انا يعني هي حاجه غلط. بس اصل انا تعرضت لحاجه زي كده الاسبوع اللي فات، هحكي لكم عليها بعد موضوع منة شلبي. منة شلبي او اي ممثل ما هو الا راجل قاعد في بيته بيتصل بيه المؤلف يقول له والله عندي ورق كويس، وهو عنده موهبه ويمكن دراسه، فيقول له اه طب والله انا هاخد فيها اكس، المنتج يقول له هعملها لك، فيروح يمثلها. انا بقى ليا الورق ده، عجبني هعمل كده، ما عجبنيش هعمل كده، انا مالي بقى بحياتها؟ ان شاء الله تكون بتمشي على ايديها في البيت، انا ليه واخدها قدوه؟ يعني احنا ليه بنتعامل مع الممثلين سواء شيرين مش عارف مين ان هي قدوه؟ حد يجي يقول لي اصل انتوا الجيل الصغير بيتبعكم، يا سيدي ما تربي الجيل الصغير، هو مش انت اللي بتخلفه؟ ربيه يتبع الانبياء، لو انت مسيحي يتبع، اكيد عندكم يعني حاجات تتبعوها، واحنا عندنا حاجات نتبع. القدوه موجوده في كل، تبع عالم بتتبع ليه ناس في الميديا. مش معنى ان اي حد مشهور ولا عنده فولورز ان انا اتدخل في حياته وفي خصوصياته واقول له انت قدوه انا هتبعك. ليه عندنا شغف البحث عن القدوه؟ هتقول لي اصل هو بينشر فكر في التلفزيون، لا هو بينشر فيلم، انت واخده فكر، انت حر، هو بينشر فيلم وخلاص. انا مثلا الاسبوع اللي فات كنت منزل ستوري على الانستجرام فيها 2 اصحابي جنبي، واحد فيهم بيشرب سجاير، فعلبه السجاير على حظ اهلي الاسود كانت قدام انا. الناس سابت كل حاجه، ويا نهار ابيض انت بتشرب سجاير هنلغي المتابعه. يا عم الغيها، انت مال يا سيدي، انا مش انت عارف انا بشرب كله، انت مالك؟ انت مالك؟ انا الضرير عارف ان انا ماليش في الدخان، انا كنت شغال في جمعيه اسمها حياه بلا تدخين مبدئيا، لكن ايه الفكره ان انا اتهاجم عشان قدامي علبه سجاير، ولا حتى عشان بشرب سجاير؟ يا عم انصحني، بتهاجمني ليه؟ الموضوع عامل زي الميكانيكي مثلا، ايه، انا في ميكانيكي مثلا مشهور عندنا، ابويا بيروح له، فابويا قال لجوز عمتي وجوز عمتي قال لاصحابه ان الميكانيكي ده كويس. تخيل بقى لو الناس دي راحت له لقيته قاعد ماسك شيشه، قالوا له ايه ده؟ انت قدوه عشان احنا بنحبك واتبعنا بعض ان احنا نجي لك ونتابع، انت قدوه. فوالله بص انا مش هصلح عربيتي عندك لحد ما ترمي شيء. انت بجد وي ار فيري ديسابوينتد اوف يو بجد، لان انت بتشرب شيشه. ليه عندنا شغف البحث عن قدوه؟ ليه يا جماعه؟ من قله الناس اللي ممكن اقول لك على حاجه، اقتدي بمستر العربي بتاعك اللي درسك في رابعه ابتدائي، روح اقتدي بيه، ده هتلاقيه راجل جليل. ما تقتديش بممثل، مش اي حد عشان مشهور نقتدي بيه. ليه؟ هو عمل ايه؟ هو ربنا اداله قبول واداله منتج ينزل له الحاجه، او اداله بيج مثلا على الانستجرام انت تشوفه فيها، او على الفيسبوك، ربنا يوفقه. بس مش معنى كده ان هو لازم يبقى بيرفكت، لا، بني ادم عادي بيقدم حاجه، زي اللي بيعمل تورته تاكلها، ده بيعمل فيديو، ده بيعمل فيلم، اتفرج عليه عجبه يعني عجبك ما عجبكش لا، ما تاخدوش بقى قدوه في حياتك. يعني ما تاخدوش بقى اللي هو يلا بينا نعمل مش لا. ليه احنا ليه عندنا حد يفهمني؟ احنا ليه عندنا رحله شغف البحث عن قدوه؟ وتفتح بقى الحاجات بتاعت منى شلبي اللي هي لسه ما اتثبتتش عليها، انا مش بدافع عنها طبعا، هي لو بتشرب ربنا يتولاها ويهديها، زيها زي اي حد بيشرب وبتاع، يعني ماليش دعوه، انا مش بتاعتي خالص، انا مش بدافع عن، انا اعرفها، هي مش بنت خالتي. بس انا بتكلم في فكره الكومنتات، احنا محبطين جدا منها، ما كناش نتوقع منها ليه؟ هي كانت واقفه على منبر، هي لايف كوتش، في إيه يا جماعه؟ دي ممثله عادي، يعني بني ادم زيها زي الميكانيكي، زي المدرس، زي الغطاس، زي اي حاجه، شغلانه والله. ليه واخدينها عشان بنحبها؟ يعني مش فاهم، عشان بنحبها بقت قدوه؟ موضوع ان انا اخد حد قوه، رب بقى عيالك تقول لي اصل هو بيأثر على الجيل الصغير، رب ابنك يا اخي، رب ابنك يقتدي بيك بمدرس العربي بتاع تانية ابتدائي اللي قلت لك عليه. ليه ماشيين ورا الناس كده اهو؟ احنا ماشيين كده ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبي؟ ريلاكس، تابع اللي يعجبك، ما تتابعش اللي ما يعجبكش، تيجي ايزي، مالناش دعوه بحد، دع الخلق للخالق وادعي للناس بالهدايه. زهقنا من كميه التنظير اللي مش بصراحه، يعني انا من الناس الجبله اللي ما بيفرقليش الكلام، بس كنت بشوف المسجات اللي بتجيلي على موضوع السجاير ده كده، يعني كنت ببقى قرفان، انت مالك يا اخي؟ قدامي سجاير، انت مالك؟ انا قدامي اقول لك انا بصنع، انا الشرقيه اللي بدخن، انا هقعد اصنع سجاير وهديها للناس عشان الناس تتضرر وانا لا، لان انا ما بشربش، انت مالك؟ انا في الاخر راجل بقدم كونتنت، عجبك اتفرج عليه، شايف دمي تقيل ما تتفرجش عليه، ما تاخدنيش قدوه. اهو انا فيها اللي مكفي، قدوه ايه حضرتك؟ انا طالب امبارح جانك فود الساعه 3 الفجر، قدوه ايه يا فندم؟ قدوه؟ انا صوتي رايح من كتر الارهاق عشان انا راجل مهمل في صحتي، تاخدني قدوه ليه؟ يا جماعه يعني بلاش نصحى من النوم عندنا شغف ونهم البحث عن القدوه. مين هيعمل القدوه؟ شيرين؟ منا شلبي؟ منا فضاء؟ ليه ساحل نفسك في حاجه مش بتاعتك؟
ريح دي، ريحها والله العظيم عشان خاطر انا عامل الفيديو ده وان تيك وطويل، عشان انا بس يعني الموضوع مضايقني، لان انا تعرضت لهذا الموضوع وانا جبله واتضايقت. فاهم؟ ريلاكس، بص خليك حلو، خد اللي يعجبك وسيب اللي ما يعجبكش، ما تاخدش حد، ما تستناش احنا الاكسبكتيشنز هي اللي بتوقعنا في الحبيب وفي البلوجر وفي الممثل ما تعملش اكسبكتيشنز في حد، خلي الاكسبكتيشنز بتاعتك في الله ان هو هينصرك، وغير كده ريلاكس. انا عامل لك الفيديو ده اقول لك ريلاكس، ريحها شويه عشان خاطري.